متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لن تصدق ما فعله لاعبي بوروندي للاعبي منتخب الجزائر بعد نهاية المباراة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. تمكن المنتخب الوطني من تحقيق فوز معنوي خلال المواجهة الودية التي جمعته اليوم بمنتخب بوروندي برباعية نظيفة. وسجل أهداف المباراة التي جرت بملعب كيغي بمدينة لومي الطوغولية كل من بغداد بونشح ورياض محرز وإسلام سليماني والمتألق محمد أمين عمورة. كما عرفت المباراة تألق المهاجم يوسف ليلي بشكل ملفت للانتباه، الذي بصم على أول تمريرة حاسمة له منذ عودته إلى الكتيبة الوطنية. وحقق الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه فوزا ثانيا خلال التحضيرات لكأس إفريقيا التي ستجرى بكوت ديفوار. وبطلب من لاعبي بوروندي أرادوا التقاط صورة تذكارية رفقة نجوم منتخب الجزائر، حيث يشد غدا الأربعاء المنتخب الجزائري الرحال لكوت ديفوار تحسبا لبداية كأس إفريقيا.